تحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أهلين بكم حبوباتي، معكم أمونة كما العادة. اليوم جبت لكم موضوع راه داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر حاجة قاعدة تهدم حياة إنسان هو أنك تقيس له الشرف والكرامة نتاعو. لهذه الدرجة لحقت بالأغلبية أنهم يحكوا في أعراض الناس، لحقت من تلقاهم ولاد صغار يتداولوا في هذه الأخبار ويتأثروا بها. هذا الشيء اللي يعكس التربية الغير سليمة، وكأنه ما كان لا دين لا أخلاق تضبط سلوكياتنا. بعثت لي متابعة من متابعاتي الفاضلات وقالت لي أمون على ما تحكيش على دنيا وعلى الفضيحة بصفة عامة، ونزول عند رغبة متابعتي الفاضلة تحياتي لها حبيت ندير هذا الفيديو. دنيا فتاة جزائرية بالضبط، ابنة ولاية سطيف، في العقد الثالث من عمرها. اختارت الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لعرض روتيناتها اليومية. نجحت في الآونة الأخيرة ولقات مشاهدات بالآلاف وشهرة كبيرة لفيديوهاتها، إلا أن هذه الشهرة تغيرت من فتاة متحجبة ومتخلقة إلى فتاة غير سوية، وأصبحت سمعتها حديث العام والخاص. والفيديو نتاعها دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ونديروا هي غلطت صح شكون انت ولا انتي اللي تفضحيها. كيفاه نسيتوا انه اللي فضح انسان عنده نفس الذنب نتاعو؟ والله يبارك فرحانين برواحكم وعجبتكم حالتكم. المهم اللي حكى عنها بالباطل من الأحسن يخلي حكاياته عنده ويحطهم في ساشي ويرميهم في لابوبيل، وإذا لقى كيفاه يقدر يرمي روحه معهم من الأحسن ما يقصرش. حاجة ماناش قادرين نحبسوها، ما كان نزيدو نفضحوا فيها ونزيدو الأمور تعقيد. والفضايح الكبيرة نتاع واحد العباد ربي يهديهم تلقاه صلاة والله ما يعرف كيفاه يصليها صحيحة، ويقول لك ما نديرش كونفيونس في المتحجبات من نيتك. يعني قول لي برك شكون اللي راهي حباتك تدير فيها كونفيونس؟ روح تعلم كيفاه تصلي بارك، كيفاه تهدر، وبعدكش تعلم كيفاه تدير كونفيونس. انتوما ما شفتوش هذاك اللي قال لهم تحكمك الدوله ما يحكمك الشعب؟ لا ربي بارك اخويا، راه دارك قايم بالواجب والله ارقد متهنيه. المهم ما نطولش عليكم، تهلاو في رواحكم، ما تنساوش ابوني ولايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. قولوا لي واش رايكم في القارئ اللي نور صوت الفيديو نتاعي، وراه يشوفوا لكم الكومنتات نتاعكم. بعد الفيديو اللي زامي ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال علي بن أبي طالب: لولا رأيت الفضيحة بعم عيني لسترتها برداعي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. أين نحن من الإمام علي؟ أين نحن من الصحابة؟ أأنتم من بكى صلى الله عليه وسلم شوقا لرؤيتكم؟